تخيل معايا إن الراجل المسن منطاط الراس اللي كاد يكون لا يعي ولا يفهم ما يقال حوله هو الفنان الراحل عبد الفتاح الأثري. بس ايه اللي وصله للحالة دي؟ فدي حكايتنا النهاردة. عبد الفتاح الأثري نشأ في أسرة ثرية بتتاجر بالذهب. تلقى تعليمه في مدارس الفرير الفرنسية. كان والده متوقع انه يمسك تجارته بعد التخرج، لكن الفن ضرب عقله تماما وجعل كل اهتمامه به. علشان كده بيقرر الأسري انه يتنمرض على العائلة وينضم الى مسارح الفرق الخاصة المختلفة. ولكن اطول فرقة عمل فيها كانت فرقة الريحاني اللي كانت بتضم وقتها عمالقة الفن زي ماري منيب، عادل كاسب، عادل خيري، ونجوى سالم، وأسماء لا تعد ولا تحصى. عملت بفرقة الريحاني. موهبة الأسر الطاغية وحضوره التلقائي فرضوا على السينما، ومثل في عشرات الأعمال السينمائية واللي جسد فيها شخصية ابن البلد ببراعة شديدة، رغم أنه أصلا من أولاد الزوات، لكن تكوينه الجسماني وملامح وجهه أهلته إن يلعب تلك الدور. ناهيك إنه كان بيستخدم لغة الجسد عشان يعطي إيحاء للمشاهد إنه ابن بلد، خصوصا حركة إيده المترنحة يمين ويسار أثناء السير، فكانت معظم أدواره في القالب ده. لكن العجيب إن رغم إنه محصور بنفس القالب إلا إن في كل مرة كان بيقدم جديد وما تملش منه، وده شيء يستحق الدراسة. يعني شخصية المعلم حنفي شيخ الصيادين في ابن حميدو تختلف تماما عن شخصيته في فيلم الأستاذة فاطمة. الاتنين ولاد بلد، لكن لكل منهم مفرداته اللغوية المختلفة. الأمور كانت بتسير على أفضل ما يرام على الناحية المهنية، لكن على مستوى حياته الشخصية فكان هناك شيء بيؤرق منام الأستاذ الأسري، وهو إنجاب طفل. اتجوز الأسري 3 سيدات، لكنه بعد الزيجة الثالثة أدرك تماما إنه غير قادر على الإنجاب، وأراد إنه يكفل طفل في بيته، ولكن زوجته رفضت وطلبت الطلاق. طلقها وكفى الأسري صبي البقال المجاور ليه، وكان بيعامله كابن له على مدار 15 سنة. وتدور الأيام والأسري بيعمل في فرقة إسماعيل ياسين، وأثناء ما كان على المسرح بتظلم الدنيا حوله مرة واحدة يصرخ إنه اتصاب بالعمى، وذلك وسط ضحكات الحضور واللي ظنوا إنه جزء من العرض. لكن إسماعيل ياسين أدرك بسرعة الحقيقة، نقل الأسري للمستشفى، وهناك اتعرف على ممرضة شابة حسناء عاملته بلطف وأقنعته بحبها ليه واتجوزها. ولكن سرعان ما انقلبت على الشيخ المسن وأجبرته على كتابة كل ما يملك ليها، وطلقته واتجوزت من الفتى اللي كان بيرعاه الأسري وبيعتبره ابنا له، بل وأجبرته بعد انتهاء شهور العدة على التوقيع على عقد الجواز من الصبي كشاهد. ولم تكتفي بذلك، قامت بحبسه في بدروم المنزل، فلم يتحمل الأسري ذلك وفقد عقله تماما وأصبح لا يعلم هو مين. ولكن ظل يصرخ من شباك البدروم بيستغيث بالمرة، حتى رأى أحد الصحفيين وكتب قصته وأرفق بها صورته هناك. وهنا تحرك الرفقاء القدامى السيدة ماري منيب والسيدة نجوى سالم نقلوا المستشفى. وذهبت السيدة نجوى سالم طلبت من محافظ القاهرة إنذاك صلاح الدسوقي إنه يوفر له شقة يسكن فيها، وبالفعل توفر له الشقة. ويتبرع الكاتب يوسف السباعي ب50 جنيه لشراء غرفة نوم له. وتقود السيدة هند رستم حملة تبرعات بين الفنانين لنجدة الأسري. طب ثواني كده، وزوجته السابقة والصبي اللي جوزته ايه اللي حصل معاهم؟ اقول لك بقى. زوجته السابقة لما علمت ان الرأي العام ثار ضدها باعت البيت وممتلكات الأسري وهربت مع الصبي واختفت تماما عن الأنظار. وعاش الأسري المصاب بالعمى والخرف في أيامه الأخيرة مع أخته الوحيدة والتي تظهر معه في الصورة برفقة نجوى سالم، إلى أن توفاه الله في أحد المستشفيات. دي حكاية عبد الفتاح الأسري، الله يرحمه ويرحم الفن الجميل.